سلام الله عليكم. مش هاخد من وقتكم اكتر من 40 او 50 ثانية بالكتير. عايز اقول كلمتين لكل عربية وكل دولة عربية. عايز اقول كلمتين لكل مواطن عربي شريف. عايز اقول كلمتين لكل حاكم عربي شريف. مهنش الاوان يا عرب، مهنش الاوان لكل دولة لسه واقفة على رجليها تبص حواليها وتشوف فين الصح وفين الغلط. مهنش الأوان أن نشوف الدولة بتاعتنا رايحة فين وجاية منين. مهنش الأوان أن نوحد صفوفنا. مهنش الأوان أن نلم شملنا. مهنش الأوان أن نوحد الصفوف ونلم شملنا ونبقى إيد واحدة يا عرب. مهنش الأوان. في شارعين في وسط الشرق الأوسط، شارعين دولت باللغة عندنا المصرية يعني حارة ونص، يعني في نفرين اتنين في الشرق الأوسط عامل لنا صداع. مهنش الأوان يا عرب أن نوحد صفوفنا ونجمع شملنا ونبقى أمة واحدة، ونبقى أمة عظمى، ونبقى أمة لنا شأن. مهنش الأوان يا حكام العرب. مش شايفين الجيش المصري ومصر أم الدنيا بتحاجة عليكم ازاي؟ انتوا مش شايفين؟ والله العظيم لو مش شايفين يبقى يا خسارة، يبقى فعلا انتوا عميتوا ما انتوش شايفين حاجة. ما شفتوش كام دولة حوالينا وقعوا؟ ما شفتوش السودان؟ ما شفتوش لبنان وسوريا اخواتنا الاشقاء؟ ما شفتوش ليبيا اخواتنا وحبايبنا؟ ما شفتوش كام دولة وقعت؟ ما شفتوش فلسطين؟ ما شفتوش؟ هتشوفوا امتى يا عرب؟ هتشوفوا امتى؟ يا ريت نوحد صفوفنا، يا ريت نوحد الصفوف. هان الاوان لتوحيد الصفوف. 2025 هتبقى كارثة عالمية في جميع اوروبا، والعرب عايزين نبقى بخير. عايزينكم تبقوا في ظهر مصر زي ما هي في ظهركم وانتم مش شايفين. يا ريت نخاف ربنا، يا ريت نتقي الله. جيش مصر مأمن جميع حدود مصر. جيش مصر يا عرب، جيش مصر يا عرب اللي انتم مش تعرفوه واللي انا بقوله لكم خدوه مني على ضمانتي ويشهد الله اني صادق. جيش مصر اللي بيقول لكم السادس والسابع عالميا والكلام ده غير صحيح. والله العظيم جيش مصر الاول عالميا وما يقدروا الا رب العباد. جيش مصر هو جنود الله في الارض. جيش مصر هو جنود الله في الارض. مصر هي جندي من جنود الله في الارض. مصر اتذكرت 13 مرة في القرآن يا عرب. مصر اتذكرت 13 مرة. الجندي المصري اللي هو الجيش المصري اتذكر في القرآن. هتقولي أي قوة في العالم اتذكرت في كتاب رب العباد. مهنش الأوان أن نوحد صفوفنا ونجمع شملنا. مهنش الأوان. هتفضلوا عمي لحد فين؟ لسه مش شايفين مصر وشايفين قوتها وعظمتها؟ لسه مش شايفين جيش مصر العظيم الكريم؟ لسه مش شايفين شباب مصر اللي بيحبوكم وانتوا أولادنا واخواتنا وحبايبنا؟ لسه مش شايفين مصر اللي بتحاجة على كل مواطن عربي؟ لسه مش شايفين مصر لما بيحصل أي شيء في أي دولة هي اللي فاتحة حضنها، هي اللي فاتحة حضنها وفاتحة صدرها لكل مواطن عربي سواء في مصر أو بره مصر؟ لسه ما شفتوش؟ يستحلفكم بالله الذي لا اله الا غيره. فكروا في الكلام ده، ويا ريت الكلام ده تفكروا في الاسبوع ده، لان لو عدى الاسبوع ده ما ينفعش اقول لكم الاسبوع الجاي يا عالم هيبقى فيه ايه ولا هيسوى ايه. الايام الجايه ايام وحشه قوي 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 قوي. تحياتي لكل مواطن عربي شريف وكل ام واخت شريفه في الوطن العربي. تحياتي واحضاني ومصر كلها تحت اوامر كل مواطن عربي شريف، واحنا خدامينكم. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعملوا اشتراك في القناة. إلى اللقاء.